القصه ديالي بدات مع لوسي. هذاك الشيء اللي شفت عند لوسي كنظن ما يكون حتى عند شي راجل، زعما صراحه عذبني ودخل فيا بواحد الطريقه بحال نقولوا دخل فيا جنب، لحقاش هو يعني في راسو الربعات، في راسو القوالب والتحرميات، دار لي واحد الفخ اللي طحت فيه ما قدرتش نخرج منه. شديت شي بركه عطيتها له هكا، حنا غادي بوس لي راسي، قلت له لا لا ما يحتاجش هادشي. قال لي يا اختي درتي فيا خير، وبدا كيشكرني وبدا كيضرب ليا في ظهري. ولوسي كيصور شد عليا التصاور كاملين بحال زعما انا كنمشي مع الرجال، بحال زعما حصل عليا هو هاد الديفو. جا عندي في عشيه وقال لي لقاني في السطح كنشر، قال لي ما بغيتيش تحشمي زعما نتيا، قال لي ما غاداش ترصاي، انا نعيط لخويا اليوم. قلت له علاش تعيط لخوك، انا مالي شنو درت. هو وريني التصاور، قال لي هاد التصاور الاولين هاد التصاور الثاني، شكون هذا اللي كان كيعنقك وكان عيبوسك من جبهتك. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي شوفي التصاور، وهذيك الشيء في التصاور كاين بحال نقولوا دليل. قال لي انا عاطيك مهله تفكري. قلت له فاش غادي نفكر؟ قال لي غادي تصاحبي معايا. قلت له هذاك النهار ما عمرو يقول لك. قال لي ولا عليك. المهم انا كنت ناعسه، هو تسلت من دارهم الفوقانيه، لحقاش انا داري لتحت مفرشه مقاده، يعني دارهم نيت. هبط عندي شويه لحقاش الدار الفوقانيه داخله في الدار التحتانيه، يعني من الدروج. جا حتى تخشى معايا في الفراش، قال لي واش سمعتي كلامي ولا غادي نفضح لك الحريره ديالك؟ قلت له اش غادي نسمع؟ قال لي انا باغيك 3 المرات تنعسي معايا، لا غير ما فوقها ما تحتها، وسرك في بير. قلت له هادشي ما غاديش يكون لك. قال لي صافي ولا عليك. المهم بقيت كنبكي، وهادي جا وبقى كيقول لي وصافي ودابا ماشي مشكل، وانتي درتيها 2 مرات وهادشي عيب عليك، وبدا يعني كيدير اللوم عليا. المهم بقى كيدوز يدو عليا وبقى كيعنقني وكيقول لي صافي يا اختي وهادي، ودابا نتيا سرك كبير. المهم بدا كيتقرب مني وبدا كيحيد لي حوايجي، حتى دار معايا اللي دار وما حشم ما راعى. يعني هادشي انا ما كانش عندي يد فيه، ما كذبش عليكم 2 مرات وهو كينعس معايا. والمره الثالثه علاش هادشي اللي وقع لي كامل هي قلة العقل وقلة التوعيه ديالي.